يقدم لكم هذا البرنامج برعاية موبيليس، الراعي الرسمي للمنتخب الوطني والاتحاد الجزائري لكرة القدم. موبيليس، معا نصنع المستقبل. أهلا بكم مشاهدينا إلى عدد جديد من كان 24، البرنامج الذي يرافقكم طيلة فعاليات النسخة الحالية من كأس إفريقيا كوت ديفوار 2023. الحديث اليوم سيكون حول جولة الحسم في المجموعتين الثالثة والرابعة، بالإضافة إلى برنامج مباريات الغد في المجموعتين الخامسة والسادسة. وعدد اليوم سنخصصه أكيد للحديث عن المباراة الشاقة والصعبة للمنتخب الجزائري ضد نظيره الموريتاني. كل هذا رفقة محللي قناة الجزائر الدولية. عمار عمور، اهلا بك. مساء الخير. مساء الخير حكيم الدان. مساء الخير. وايضا عز الدين دوخه، اهلا بك. مساء الخير. اذا المنتخب الجزائري يقصى من البطوله والنسخه الحاليه من كاس افريقيا بعد الخساره بهدف ل0 امام منتخب موريتانيا. خيبه امل ربما كبيره عمار عمور، والسيناريو لم يكن في الحسبان. كيف عشت هذا اللقاء يعني قبل الخوض في التفاصيل اكثر؟ على الأعصاب كأي جزائري، خاصة بعد تسجيل الهدف الأول من موريتانيا، ينضم لي عشنا على الأعصاب. الحاجة الثانية، ينضم للمنتخب الوطني الجزائري ما لقاش الحلول اللازمة في ظل أولا لو نتكلموا تكتيكيا عن المقابلة، انضم لي اختيار التشكيلة الأولى كان اختيار غير صائب لدرجة كبيرة، بعدم إدخال بلايلي في المقابلة كأساسي. انضم لي خلى بونجاح أولا، خلى بونجاح تائح تقريبا في الشوط الاول كامل، يعني لا كونيكسيون بونجاح بلايلي جيده. شفنا المقابله اللي فاتت ضد بوركينا فاسو ثلاثي الهجوم في تقريبا 15 ولا 20 دقيقه تقريبا ظهر بمستوى لا باس به، اللي هو بونجاح عموره وبلايلي. كنا نتمنى ان ننزل نشوفهم اكثر. ادخال عوار في عدم وجوده في تقريبا في شهر او شهر ونص في المنافسه كرولير دو غوش اللي يقدر يانيمي الهجوم، ما شفناش عوار. واخراجه في الشوط الاول ضم لي هذا اولا فشل تكتيكي، فشل في الاختيار. نضم لي امور كثيره شفناها في المقابله وعشناها على الاعصاب. نضم لي انتجت نتيجه كانت مؤسفه جدا، خروج الثاني على التوالي للمنتخب الوطني الجزائري. امور راهي سيئه. صح عمار، لما تشوف يعني لما نشوفوا يعني أهمية المباراة، لما نعرفوا باللي كان عندنا على الأقل تعادل كان يسمح لنا باش نتأهلوا للدور المقبل. تو الموند يعني كل اللاعبين ولا الطاقم الفني على بالهم بهذا الشيء، ونديروا نعطوا يعني اون بريستاسيون كيما مديناها اليوم. نظن باللي احنا ما نستاهلوش باش نجوزوا يعني للاسف، يعني خاصه من حيث الاداء اليوم كنا من حيث الاداء. يعني الاخت خديجه من المباراه الاولى لما تكلمنا في العهد الاول قلنا باللي مفتاح التاهل هو المباراه الاولى. يعني المباراه الاولى جاز، المباراه الثانيه ثاني جاز، تحاولنا، ولكن اليوم للاسف يعني ما درنا والو باش نستهلوا التاهل للدور المقبل. يعني كان كل شيء كسلبيات. يعني غيرنا نفس اللاعب، نفس الفريق، دخلنا لاعبين اللي كان الشارع صباح وعشيه يعني يتكلم على التغيير وكلش، ولكن النتيجه نتيجه مخيبه. والخروج كما قال عمار لا دوزيام فوا يعني كونسيكوتيف في البرومي تور، هذه توجعنا مليح، وهذا ما يشرفش الكره الجزائريه. عز الدين دوخه، خروج مبكر للمنتخب الجزائري من دون تحقيق اي فوز في البطوله والنسخه الحاليه، هل كنت تتوقع شخصيا هذا السيناريو؟ اولا ما كنتش نتوقع هذا الاقصاء ولا هذا المردود. ايضا فعلا اقصاء مر وقاسي يصعب تجرعه. تخيل اليوم حصرت كل الشعب الجزائري في مختلف ربوع الوطن، حتى الشعب الجزائري اللي يعني متواجد في خارج الوطن ايضا. اوكي، هي مباراه في كره قدم، يعني فوتنا يعني محن اصعب من هذه المحنه. نظن انه حتى في مباراه الكاميرون المقصين من كاس العالم كانت يعني صدمه كبيره للشارع الجزائري والكره الجزائريه ايضا. اليوم انا نقول انه اوكي ممكن تقصى، لكن ليس بهذا الوجه وليس بهذا المردود، لأن المنتخب الوطني
يعني احنا كنا نتفائلوا في خير، كنا نقولوا انه دائما المنتخب راح يرجع في المباراة الثانية، ما رجعش في المباراة الثانية، قلنا المباراة الثالثة، لكن اليوم احنا امام الامر الواقع، واقصاء مر وقاسي جدا. تبقى كرة قدم. بالنسبة لترتيب المجموعة، إذا المجموعة الرابعة شهدت تأهل أنغولا في المرتبة الأولى ب7 نقاط، رفقة بوركينا فاسو ب4 نقاط، وتأهل أيضا المنتخب الموريتاني ب3 نقاط كأحسن ثالث. لو نعود ربما مع عمور للتشكيلة الأساسية التي دخلت مواجهة موريتانيا اليوم، الناخب الجزائري جمال بالماضي أجرى 5 تغييرات على التشكيلة اليوم. دعنا نقول، هل كان خيار جريء من الناخب الجزائري؟ كان خيار خاطئ في مقابلة مصيرية. كان خيار خاطئ نظن. التغيير بس في الفريق نظن اللي كان خيار خاطئ جدا. كما سبق قلت لك، عوار اللي عنده تقريبا مده اللي يقضاها في روما مش يلعب، ومن بعد كان مصاب، ومن بعد عاود رجع لروما ما كانش يلعب في مقابلات، دخلوا في مقابله مصيريه كما هذه. نظن بلي 3 لاعبين في الوسط اللي ما لعبوش مع بعضهم كامل من قبل، ما شفناش في الفريق الوطني ثلاثي الوسط اللي هو بوداوي وعوار وزروقي. طبعا الوسط الحاجه الاولى اللي يشوفوها في وسط الميدان هو التناسق، هو التوافق. كان غايب التوافق يعني. لما يكون غايب معناتها الفريق كامل ما يمشيش. شفنا عمورة على الجهه اليسرى اداش بالدور اللي يليق بالمستوى تاع عمورة اللي شفناه في المقابلتين اللي فاتوا، ولكن كان يدخل لأنه كان يدخل عمار سيفري كان جوكر، ولكن كان يدخل في لكن لو اضفنا على هذا الشيء، اين خبره اللاعبين وخبره الناخب الوطني الجزائري، خاصه اللاعبين. لما مقابله تبدا 0-0 وانت راك متاهل، معناتها نتيجه تعادل تؤهلك الى الدور القادم، معناتها تقدر تتعامل مع المقابله باكثر خبره. هم تعاملوا مع المقابله احسن منا من الناحيه التكتيكيه وحتى من الناحيه النفسيه. قاوموا، داروا دفاع متاخر، كتله منخفضه، بلوك با، رغم انهم يحتاجوا الفوز باش يفوزوا، باش يتاهلوا. لذلك هذا الشيء كذلك قد ما كان عمار، اسمح لي، قد ما كان يفوت الوقت. الاخت خديجه لما كنا نشوفوا المقابله سالتني، قالت لي كيفاش حكيم هما لازم يفوزوا وراهم ما همش يهاجموا. قلت هذه هي الخطه تاعهم، لان قد ما يجوز الوقت قد ما يخدم في صالحهم. لان علاش احنا ما سجلناش في الشوط الاول ولا في بدايه المقابله، والوقت كان يجوز، والوقت كان يخدمهم. معليش كحكيم، انا الوقت كيفوت 0-0 هو يجي الوقت اللي يتقلق هو اكثر، ويعاود يخرج من المكان اللي راه فيه دفاعيا باش يعاود يسجل. احنا ما عندناش الخبره هذيك، احنا طمعنا اننا نسجلوا باش ننهيو المقابله، رغم اننا كنا نحتاجوا التعادل. ما احنا كنا نمشيو، ما لازم بصح ما نمشيوش باش نغامروا، ما نغامروش. شوف غامرنا في الشوط الاول، كانوا لي تقريبا الفرص المليحه كاع لموريتانيا. غامرنا في الشوط الثاني الفرص المليحه كاع لموريتانيا. لماذا تغامر وانت عندك تعادل يكفيك باش تمر؟ معليش، هو بقى كتله منخفضه باش يقلقني. انا كذلك بخبره اللاعبين اللي عندي، من ماندي وارواح، الخبره تاعنا تخلينا اننا ممكن في بعض الاحيان نستناو الفريق تاعنا. باسكو عمار هما ما عندهمش خيار اخر. عمار هما ما عندهمش خيار اخر، لو خرج راح يخلينا مساحات لينا، بارك الله، ويلقى روحه في مشاكل. سي بور سا اللي كي سالتني الاخت قلت لها هذا هو يعني لو سيستيم ولا لا فاسون كيفاش يعني اللي داروها، بناو على الكرات لي بارزاريتي لي سيتوياسيون ستوندار، جو دير كوفرون يعني مخالفات وركنيات، وكما كان الحال يعني هي نفس الخطه والنهج اللي يعني لعب فيه المنتخب الموريتاني ضد منتخب بوركينا فاسو في المباراه. لما نديروا تحليل تاع كاع المقابلات كما قال عمار، الفرص اغلب الفرص كانت لموريتانيا، اغلب الفرص الحقيقيه كانت الموريتانيا ديرون توت. حكيم حتى اليوم لما نشوفوا انه المنتخب الموريتاني استحوذ على الملعب كله، ليس فقط على وسط الميدان. اوكي، نسبه الاستحواذ على الكره كانت بالنسبه جزائريه، لكن كان بدون استحواذ سلبي، بدون اي يعني فرص سانحه تسجيل. شفنا حتى انه هو متقدم في النتيجه وما خافش، كان يبادر ويضغط عالي على اللاعبين الجزائريين، ما سمحناش حتى نخرجوا بالكره في 20 دقيقه الاخيره. هذا ما تعرف انه هذا المنتخب كان محضر
جيده للمنتخب الوطني، وقرا يعني واحنا كان تعادل يكفينا. وقبل بدايه صافره الحكم احنا كنا متاهلين، يعني قبل بدايه المباراه عندنا نقطه واحده في جيبنا ان صح التعبير. فخلاص الحين عندك نقطه، تلعب تحافظ على النقطه هذيك وتبحث عن النقطه الاخرى. لكن اذا بديت تحوس على الفوز وانت بامكانياتك يعني تقريبا امكانيات محدوده، اذا شفنا اليوم حتى في الخيارات دخول الشعب الجزائري كان يطالب دائما بدخول عموره، شفنا انه عموره ما قدمش المستوى المطلوب، شفنا انه حتى دخول محرز ما قدمش المستوى المطلوب. يعني عامه الدخول بالتشكيله هذه من بدايه المباراه صعب علينا الفوز بالمباراه والتاهل. لو نضيف عز الدين شيء فقط، انت ما عندكش النقاط تاع موريتانيا، ما عندكش النقاط تاع الجزائر، راك تفرج في مقابله باش نبقاو مع عموره. لكن عموره اليوم ما لعبش في المنصب تاعو. لا لعب في المنصب تاعو اغوش، على الجهه اليسرى. استعمل من قبل في الجهه اليسرى ضد كافير، ضد فرق كبيره، ولعب قدم اضافه خاصه على الجهه اليسرى. لما انا ما نشوف مقابله الجزائر موريتانيا، لما نشوف الجزائر تستحوذ على الكره وتدي نصف الميدان الثاني تاع موريتانيا تدافع تقريبا 4-5-1 الى 4-4-2 لما تكون عندها الكره وتلعب على الهجمات المعاكسه. انا نظن باللي المنتخب الجزائري يحتاج الفوز وموريتانيا تحتاج تعادل تأهل. ذلك تعامل موريتانيا مع المقابلة كان تعامل جيد مقارنة، ولا مدرب منتخب موريتانيا كان تعامله أكثر من جيد مع المقابلة أكثر من كانت تكون النتيجة أكثر، كانت تكون النتيجة أكثر، ضيعوا فرص عديدة، كنا قادرين نخسروا المباراة أكثر من هدفين خاصة 3 أهداف في الشوط الثاني وفي اللحظات الأخيرة. حكيم باش نعاودوا نقولوا الوسط الميدان اللي شفناها اليوم بحلة جديدة بتواجد كل من زروقي بوداوي وعوار. اليوم نظن التغييرات هذه اليوم أثرت يعني سلبا بين قوسين على المجموعة، خاصة أنه شفنا غياب التناسق في خط الوسط اليوم. لا ونقول أيضا يعني غيرنا باش نغيروا، تغيير كان للتغيير. يعني حقيقة لما كنت نتكلم مع عمار، لما دخل حسام عوار يلعب شوط أول ثم تخرجوا، يعني وش نقدروا نقولوا؟ يعني كان الاختيار خيار خاطئ. أنا نظن درنا بزاف تغييرات في هذه المباراة، ونظن تغيير نفس الفريق اللي لعب في المقابلة الثانية، لأن أخت خديجة المقابلة الأولى والثانية نقولها يعني قلناها ونزيد نقولها، المردود تاع الفريق الوطني ما كانش سيء والأداء ما كان سيء ضد بوركينا فاسو، وأيضا ضد المقابلة الأولى أيضا ضد أنغولا. فقط الشوط الثاني اللي ما كناش في الشوط الثاني ما كناش. نقدر نقول لك باللي الشوط الأول ضد أنغولا من أفضل أشواط لسولير تاع بالماضي، الشوط الأول ضد أنغولا، فهمتيني. ولكن اليوم ما عرفناش فريقنا لا في الشوط الاول لا في الشوط الثاني. والثلاثي هذا وسط الميدان اول مره يلعب كيف مع بعض، اول مره يلعب مع في مباراه مصيريه. اليوم شفنا الخلل، ما عرفتش الخيار كيف كان. الضغط كان كبير واسمك عز الدين، نظن باللي الفريق كان عليه ضغط كبير والطاقم الفني كان عليه ضغط كبير. لهذا يعني انا البارح تكلمت في الحصه، انا قلت ما لازمش نديروا اون بو با فير دو نيمبورت كوا، يعني نديروا اشياء اللي ما لازمش تندار. وللاسف اليوم درنا اشياء اللي ما لازمش تندار وخلصناها، يعني خلصناها غاليه بالاقصاء. اليوم شاهدت ايضا باش نبقاو مع التشكيله الاساسيه اليوم توغاي لتعويض بن سبعيني، كيف تقيم اداء خط الدفاع؟ كان في صورة الفريق، كان سيء في صورة الفريق، ماشي سيء لدرجة كبيرة، ولكن كان في صورة الفريق. كان مدافع لا رولونس اللي غلط غلطة ولا غلطتين في لا رولونس، كيما ماندي غلط غلطة ولا غلطتين، ولكن كان تقريبا في نفس صورة ليماج دي ليكيب. ولكن نظن بلي توغاي الخيار الأول بعد بن سبعيني، نظن أنه لعب في المنصب هذاك، عنده كومبليسيتي مع ماندي بزاف، لعب مع ماندي بزاف. كاينه على الاقل الحاجه اللي تحير انه توغاي يلعب، لانه يتفاهم مع ماندي ولعب معه كثير من المباريات. بعد في الوسط تشوف زروقي، تشوف عوار، وتشوف بوداوي اللي ما لعبوش جامي يلعبوا مع بعضهم. والوسط هو قلب الفريق، لما ما يمشيش الوسط ما يمشيش. انا جو بريفير ندير دو ديفونسور اللي جامي يلعبوا مع بعضهم، لكن وسط ميدان اللي يلعب مع بعضها، لانه وسط الميدان لما ما يلعبش اولا ما تقدرش تدافع مليح، لأن الخط الوسط هو قلب الفريق كما سبق. ثانيا باش تمد الهجوم بكرات
ما عندكش هذيك ما عندكش هذاك التفاهم. دوكا بوداوي والناس بوداوي ومثلا بونجاح عور بونجاح عور عموره، ما كانش هذاك التناسق الكبير. عز الدين اليوم حتى ثنائيه عطال مندي اليوم اخطاء، يعني شفنا بزاف اخطاء اليوم من هذا الثنائي. اكيد الاخطاء كما قال عمور في صوره كل فريق، يعني كل فريق كان يخطئ في التمريرات. الشيء اللي لاحظته ايضا في المباراه هو انه كل ما نفقد الكره يعني منتخب موريتانيا يجد نفسه وجها لوجه مع الدفاع، وكاننا في وسط الميدان اشباح، يعني فارغ. على العموم كان من الممكن جدا انه يبقى واحد في الارتكاز اذا راح زروقي ولا راح بوداي، واحد فيهم يبقى الارتكاز امام المدافعين. لكن احنا كنا نشوف انه في افتكاك الكره دائما منتخب موريتانيا يجد نفسه بين 3 مدافعين ولا 4 مدافعين، وهذا ما صعب جدا المهمه امام الدفاع. في ظل انه عده فرص سانحه التسجيل ضاعت، كنا قادرين نخسر بنتيجه كبيره في الشوط الثاني. حكيم مدان، نسالك على يوسف عطال اليوم، الا تظن انه في هذه المقابله كان يعني التعب البدني اليوم كان ظاهر على يوسف عطال؟ هل تظن انه كان من الافضل اراحه هذا اللاعب في هذه المقابله بالذات؟ لا، لما نشوف المردود الفريق كله لازم كاع يريحوا، ماشي الا يوسف عطال. لما نشوف المردود الاخت هذه، ولكن يعني سؤال في محله، لان يوسف عطال كما نعرفوا كان عنده مده ما لعبش ويلعب 3 مباريات يعني في الدوره هذه. نظن المباراه الثالثه يعني كان من الاحسن لو استراح، لانه يموت كومبيتيسيون صافي عنده مده طويله ملي ما راحش يلعب. وتشوف حكيم انه حتى هو يستريح ومن بعد نروحوا للتغيير السابع في الفريق، يعني يصير حتى هو متغير يعني. لا نظن اسمع عز الدين يعني كاين شي كيليبر، يعني اذا قلنا انه تغيرت نسبه التشكيله تقريبا في 40 ولا 45%، اذا ما نقولوش 50%، ونغيروا ايضا يوسف عطال، فاكيد الفريق كله راح. واش لازم تفهم يعني حاجه مهمه، احنا لما قلنا التغيير 50% تاع الفريق تغير، هذا الشيء مش غير مقبول. ولكن شخصيا انا نظن بلي لاعب مثل يوسف عطال كان من الاحسن هو يعني يستراح في المباراه الثالثه لهذه الاشياء اللي تكلمت عليها. كما عمار تكلم قبيله على حسام عوار، يعني ما تقدرش تغامر بلاعب هكذا في مقابله مصيريه عنده ايضا هو مده ما لعبش. يعني الاشياء ما كانش، نظن انا شخصيا نظن باللي الضغط كان كبير على اللاعبين والطاقم الفني. عمار، هل ترى ان الرسم اليوم التكتيكي لجمال بالماضي يعني المعتمد اليوم يعني كبل بعض اللاعبين وما استفدناش منهم اليوم كما يجب؟ سيفري ممكن لعبنا بطريقه اللي موالفين بها 4-1 تحول الى 4-3-3 تقدري تقولي، ولكن لو سيستم تكتيك، لو سيستم دو جو حاجه لانك تبدا بها 4-3-3 4-1، ولكن التكتيك في حد ذاته هو كيفاش قراءه اللاعبين للمقابله، كيفاش تحول اللاعبين، كيفاش تقدر تربح الملعب، كيفاش تقدر تدي مكان احسن من المنافس، تقدر كيف تنشط اللعب. كانوا يمشوا معنا 1 ضد 1، يعني 1 ضد 1 فخاصه في وسط الميدان، لما ما تكونش كاينه ان سوبريورتي نيميريك في وسط الميدان، كيفاش يقدر المهاجم يتلاقى مع وسط الميدان؟ ما يقدرش يتلاقاو. شفنا عوار يلعب دائما ظهره واحد، شفنا زروقي دائما واحد مور ظهره، بوداوي واحد مور ظهره، ما كانش ان كرياتيفيتي، ما كانش واحد اللي يكري لو جو، يعني يطور اللعب، وهذا ما اعاق كثير الفريق الوطني الجزائري. كذلك شيء زدت شفت، يعني اسمح لي، وزدت شفت في التغيرات كما كنا نشوفوا ونتكلموا، التغيرات تاعنا ابار، يعني نقدر نقولوا يوسف اللي جاب يعني اجابه زياده يعني زياده في الرواق ديالو في اللعب. ولكن التغييرات اللي كنا نتكلموا عليهم عمار ديال موريتانيا، يعني لاعبين جابوا اضافه كبيره، خاصه المهاجمين اللي دخلوا في الاخير وكانوا يديروا الضغط على المدافعين تاعنا اللي ما خلاوهمش يلعبوا طويل. هذه اللي كنت راح نتكلم. اسمح لي باسكو انا نتكلموا، لان اليوم رانا نتكلموا يعني من القلب، لاننا حتى لك عز لا الاخت باسكو رانا يعني مقيوسين متاثرين بهذا الاقصاء
سي بور سالي نتسامحوا ولا نتقاطعوا في الكلام، ولكن نقاش يعني مفتوح. اسمح لي يعني نعم. قال الحكيم كنت راح نقول، ولكن نضيف عليه انهم شوف كان ان سول اتاكون اللي يروح مع ماندي ميليو تيران نيميرو 19 كويتا، هذاك ابو بكر كويتا اللي راح كان يروح للتوغاي باش لا رونونس ما تكونش. ولكن هذه من الدقيقه تقريبا من الدقائق الاولى وهي تمشي. اسكو احنا ما شفناش حلول من المدرب تعطي هذيك الصيغه اننا مثلا بقينا حتى الدقيقه الاخرى. هو حتى نيميرو 6 لما تخرج كويتا ودخل نيميرو 6 فوفانا الاسم تاعو كان يعمل نفس الشيء. كان المهاجم يروح للمندي، المهاجم الثاني ولا الوسط الميدان يروح دائما للتوغاي، هذا باش يعيق الكره تخرج نقيه. ولذلك نظن بلي هذا ثاني حل ما لقيناش الحل من المدرب، وكذلك اللاعبين ما لقاوش الحل لهذه لاستياسيون. يعني عز الدين، ربما التغييرات اللي يعني دارها الكوتش جمال بالماضي في الشوط الثاني هل تعكس بين قوسين بعض الندم في بعض الخيارات، منها كخيار دخول حسام عواه كأساسي؟ الندم الآن لا ينفع خلاص، يعني إذا اليوم رانا مقصيين. أنا ممكن نتكلم لك على حاجة، يعني التفوق التكتيكي للمدرب الموريتاني كان واضح في أرضية الميدان. يعني حتى اللاعبين وتركيزهم على إنجاح الخطة المدرب في الضغط العالي، في التمريرات الصحيحة. في اليوم كنا في الكواليس نشاهدوا في المباراة مع بعض، يعني تحولوا منتخب موريتانيا الى لاعبين يعني الى ميسي الى رونالدو في الكنترول، في التمريرات، في حارس المرمى اليوم اللي كان راجل مباراة. ثقة كبيرة دخلوا بها اللاعبين الموريتانيين. شوف ما نقولكش دخلوا بثقة كبيرة، لكن ثقة اكتسبوها اثناء المباراة. تخيل انه 27 دقيقة لعب ما عندنا حتى فرصة، وكانت عندهم فرصة سانحة للتسجيل. هنا اخذوا الثقه في المباراه وليس قبل المباراه. لو احنا في ربع ساعه الاولى ولا 20 دقيقه الاولى يعني بادرنا بالهجوم وكانت عندنا فرص وضغطنا على المنتخب الموريتاني، فنقول لك اكيد المنتخب الموريتاني حتراجع للوراء وراح يفتح لنا مجالات ونقدروا نسجلوا. لكن شفناهم هم حتى الاخر دقيقه هم بالضغط العالي صعبوا لنا، حتى الكرات العاليه ما قدرناش نقوموا بها في الشوط الثاني. واصلا عمار الكره يعني ما كانش تلحق المهاجمين كما سليماني وبونجاح. ما الذي كان ينقص باش تلحق؟ تكلمنا على وسط الميدان، تكلمنا على وسط الميدان، وتكلمنا على ايجاد حلول من وسط الميدان ولا حتى من المدافعين. سؤال يطرح في الشوط الثاني، بدايه الشوط الثاني، هل دخول محرز كان في وقته؟ هل دخول بلايلي كان في وقته؟ هل تاخر قليلا في اقحام بلايلي؟ انا على حسب رايي نضم لي حسب رايي بلايلي كان يدخل في الشوط الثاني مباشره، لانه لاعب لي يخلق لك هذيك ديكلونشي لي زاتاك، خاصة في ظل الانسجام بين بلايلي وبونجح. كنا تحدثنا على هذا الشيء في الكواليس. وعمورة اوسي. وعمورة. حاجة ثالثة، هل ماشي هل كل حال باسكو شفناها في والناس لما ولا كصانع العاب 9:30 بعد دخول المحرز، شفنا والناس بالاداء تاع الشوط الاول ما شفناش والناس كانه مش يلعب. لما تحول وسط الميدان كاننا نحينا والناس حطيناه ولعبنا تقريبا بزوج وسط الميدان، دوزيلي وانا اتاكون. هذه الحلول التكتيكيه مشكل كبير، مشكل لازم توظيف يعني لما تلقينا الهدف خرجنا من المقابله. ابري شفت عاود دخلنا اسلام كما كنا نهضروا، دخلنا اسلام مع بغداد القدام، زدنا دخل واسمه اوناس خرج، دخل يوسف، ولينا شغل نقوموا باشياء يعني بدون تركيز، بدون عقلانيه، لان كما قال لك مقبله عز الدين كي نشوفوا الفرص من بعد تسجيلهم الهدف هما في نهايه المقابله هما اللي كان عندهم فرص يعني حقيقيه للتسجيل. احنا ما عندناش يعني فرص، اون في نيمبورت كوا. كنا مقلقين كحابين نرجعوا في المقابله. كانت عندنا فرصه وحيده ممكن الاصرار ايضا عز الدين على الكرات الطويله، خاصه انه الحارس يعني طويل وحتى المدافعين يعني طوال. لماذا الاصرار على الكرات الطويله اللي يعني ما كانتش تجيب شوفي الكرات الطويله على الاطراف مهمه جدا، ما كانش كاين تركيز. وحنا كنا نقول انه اللاعب الوحيد اللي دخل في الشوط الثاني في مباراه بوركينا فاسو اللي هو عمورة اللي كان عنده عرضيات مليحه. لكن انا بعد دخول سليماني وحنا ما قدرناش نبنوا اللعب لانه كان ضغط عالي.
أنا المشكل اللي هو في ذهني كيفاش الكرات ما كانش تلحق من الدفاع للهجوم، دائما توصل وسط الميدان كرات طويله ضيع. لكن حدها وسط الميدان، يعني ما تعداش وسط الميدان. ودخول سليماني كان مفيد لنا، يعني اذا ما قدرناش نبنوا اللعب نلعبوا على سليماني اللي يقدر بالديفياسيون بالراس نوجدوا حلول في ظهر الخصم. لكن احنا اليوم شفنا انه حتى اللاعبين وكانهم بعد ما تلقينا الهدف ولا دخولنا في الشوط الثاني وبعض الفرص اللي ضيعتها موريتانيا في الشوط الثاني كاننا نفسيا خسرنا المباراه، وكان ما زلنا الشوط و11 دقيقه اضافيه نلعبها. كان كذلك اسمح لي حكيم باش نبقاو في تقريبا في نفس لو سوجي هذا كونتيست. لما تلعب على الكرات العاليه، تدخل سليماني وبونجا تلعب على الكرات العاليه، واش لازم لك من بعدها؟ لازمك دوزيام بالون هو المهم. دوزيام بالون وسط الميدان كان غايب. شوف حتى تلعب عليهم ذكرتني، شوف الهدف اللي تلقيناه ركنيه لعبوها موريتانيا، لعبناها في بعدها كان ضرب الكره في عن منطقه العمليات، ولا لاعب انا نظن انه في الرسم التكتيكي اللي يوضعه المدرب قبل المباريات يوضع عموره كلاعب ثاني. عموره وصل متاخر اللاعب ضرب الكره بعدها قد امام المرمى، حد كما نقولوا بالفرنسيه كافوياج، وقع الهدف. باش تشوفي انه حتى تركيز اللاعبين ما تعلمناش من الدروس، نفس الغلط اللي وقعنا فيه في مباراة ممكن الكاميرون في تصفيات كأس العالم، يعني تركيز غائب تماما عن بعض اللاعبين، وهذا ما أدى بنا اليوم إلى الإقصاء. والحكم والهدف عفوا حكم مدان من بالاغيتي، كرة ثابتة يعني. كرة ثابتة ثم خرجت كما أو فهمها أو يعني شرحها عز الدين لما رجعت الكرة هي من نورمالمون عمورة كان يكون ثم يعني في المكان هو اللي يجيني، ولكن يعني عمورة الحق شويه متاخر. وثاني عز الدين لو تسمح يعني كان ثاني اشكال اخر، مدافعين ما خرجوش ما طلعوش، فهمت؟ عطال مندي مدافعين اغلبيه ما طلعوش، هذا هو الاشكال. ولكن انا نعاود نقولها كما قال مقبله الزميل عمار، وين خفقنا في لو دوزيام بالون، يعني ما كناش متواجدين نعم. في وسط الميدان. استسمحك حكيم مدان مباشرة إلى ملعب السلام بمدينة بواكي الإيفوارية، أين يتواجد زميل ياسين قال مفد قناة الجزائر الدولية من المنطقة المختلطة. أهلا بك ياسين. تفضل ياسين. خيبة أمل كبيرة ربما، يعني إليك الكلمة، يعجز اللسان يعني عن التعبير. نعم خديجة، للأسف يعني مشوار المنتخب الجزائري ينتهي اليوم في مدينة بواكي وملعب السلام الذي لم يكن سلاما على المنتخب الجزائري. خيبة أمل أخرى تضاف إلى الكرة الجزائرية بعد خيبة كان الكاميرون. المشكل يبدو أنه لم يكن لا في ملعب جابوما ولا في مناخ كوديفوار. إذن المنتخب الجزائري خرج، خلينا نقول يعني خيبة أمل كبيرة. خرج وترك عديد العلامات الاستفهام، خاصة لاعبي المنتخب الوطني الذين لم يقدموا أي مردود، وخليني نقول لم يقدموا ما يشفع لهم للبقاء هنا من أجل مواصلة المنافسة. مباراة دخل فيها المنتخب الموريتاني الشقيق والذي نهنئه على ذلك، أول فوز في كأس إفريقيا وأول تأهل على حساب المنتخب الجزائري إلى الدور الثاني. شكرا جزيلا ياسين قال مفد قناة الجزائر الدولية إلى بواكي ومن ملعب السلام. إذن اليوم هل استحقينا اليوم الخسارة اليوم ولا الخروج المبكر؟ الأداء اليوم المنتخب الموريتاني كان أحسن منا في جميع النواحي، ناحية تكتيكية، ناحية البدنية خاصة كان ممتاز. مدرب عرف كيف يقرأ المنتخب الوطني الجزائري. طريقة لعب موريتانيا كانت ممتازة جدا، قلقت من النافذ كامل وما خلتش نظن بلي اللاعبين تاعنا يظهروا الإمكانيات تاعهم. هذا الشيء المنتخب الموريتاني نظن بلي يستاهل يفوز ويستاهل يتأهل. احنا تقريبا بالصورة اللي ظهرنا بها اليوم نظن ما نستاهلوش نروحوا للدوزيام تور. نقف عند هذا التصريح أو أول تصريح للناخب الجزائري جمال بالماضي من الندوة الصحفية التي على المباشر في هذه الأثناء. نتابع ثم نعود.
Je vous ai dit qu'il n'y a plus de petite équipe en Afrique. On le voit tout le temps, on les voit à chaque journée. On peut vous punir sur ça, sur un coup de pied arrêté, sur un penalty. On a concédé 2 penalties. Là aujourd'hui c'est un corner sur lequel un ballon qui ressort sur un corner. Voilà, c'est 4 buts encaissés, 3 buts sur coup de pied arrêté, 2 penalties, un corner. Nous on n'arrive pas de l'autre côté à finir nos occasions, les situations que l'on se procure. Voilà, donc ça fait qu'on n'est jamais à l'abri dans les matchs-là. On n'a jamais pu faire le break lors de nos rencontres. On n'a jamais été tranquille. Donc voilà. On va de l'autre côté. Au revoir. Bonsoir coach, Jamel, Latif, Miroir Info Togo. Alors, Jamel héros en 2019, mais derrière... S'il vous plaît, ne répétez pas par contre, si je peux me permettre, les mêmes questions par contre. Si ça tourne autour de... On est sorti au premier tour et puis on a fait ça en 2019, on va pas s'en sortir, je ne vais pas répéter, parce que j'ai l'impression que c'est toujours les mêmes questions. Vous ne pensez pas que c'est la fin d'un cycle, Jamel? Moi, peut-être. C'est ma question. Peut-être, oui. Peut-être. Ok, donc voilà. Salah Faisal, 24 News. Je pense que beaucoup de mes amis ici, mes confrères, hésitent pour parler de la VAR. Aujourd'hui, notre confrère a parlé s'il y a quelque chose qui n'a pas fonctionné à cette CAN, Jamel. Moi, aujourd'hui, je pense sincèrement que la VAR n'a pas fonctionné. Elle était absente quand il s'agissait de l'Algérie. Est-ce que vous ne pensez pas que la CAF, à un moment donné, elle a quelque chose là-dedans? Merci beaucoup. J'ai pas revu les. Je peux vous dire, il y a une action de Slimani qui était super nette, qu'il y avait un penalty. Non, donc je vais répondre. J'ai pas vu les images, donc je peux pas en parler comme j'en ai parlé sur le match de. Ouais, j'ai bien compris la question. Donc je peux pas en parler maintenant parce que j'ai pas encore vu les images. Je peux parler que d'un truc que j'ai vu. Donc sur le match du Burkina Faso, on a clairement Bardad qui est ceinturé et ça fait la différence. Ça fait la différence chez l'adversaire puisqu'on a pris sur les 3 buts qu'on a pris entre le premier match et le deuxième match, 3 buts ont été vérifiés à la VAR. Donc ça fait carrément la différence. Nous, il n'y a pas de VAR qui est vérifié sur ce deuxième match. Apparemment, pas de VAR se vérifier sur ce dernier match. Les joueurs me disent clairement, et c'est pas des gamins, comme tu as dit, Islam Slimani, il y a faute ou il n'y a pas faute. Il me dit comment tiens. Ça, c'est un constat. Ça, c'est sûr et certain que de notre côté, elle n'a pas marché, elle n'a pas fonctionné la VAR. Ceci n'explique peut-être pas tout, mais en tous les cas, sur cet aspect-là, quand nous concédons sur les buts, 3 buts qui ont été validés par la VAR, à vous de faire les comptes. Maintenant, si vous voulez être aveugle, moi par contre j'ai vu quelque chose sur le terrain et je veux pas. Vous avez parlé de ça, je continue. Quand je vois, moi la ligne appartient aux arbitres, au 4e arbitre et aux entraîneurs. Quand je vois le président de la fédération qui vient tout le match haranguer l'arbitre et qu'on lui dit mais vous vous rendez compte ce qu'ils sont en train de faire et que tout le monde m'esquive, tout le monde fait semblant de ne pas comprendre, l'un après l'autre. Je l'explique à tout le monde, à l'extérieur, sur le terrain, en rentrant dans les coulisses. J'explique ça à tout le monde et tout le monde fait semblant. Où on a vu dans le monde, dans le football mondial, un dirigeant descendre, parler avec les arbitres de touche, et ils font comme si de rien n'était. Donc c'est insupportable. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise, moi? S'il vous plaît. S'il vous plaît. S'il vous plaît. إذا استمعنا لجانب من الندوة الصحفية التي عقدها ويعقدها في هذه الأثناء الناخب الجزائري جمال بالماضي مباشرة بعد نهاية المواجهة بين الجزائر وموريتانيا. إذا ربما نعقب على سؤال طرحه الصحفي على جمال بالماضي، هل هي نهاية جيل ذهبي للمنتخب الجزائري؟ أبدأ معك عز الدين دوخة. والله لما سألوه قال بوتيتر، يعني ممكن يعني يفكر وفيه يعني ما يتخذش القرار وحده. ممكن رئيس الاتحادية الجزائرية لكرة القدم وليد صادي يعني ممكن عنده الحلول حاليا في راسه، ممكن يفكروا في الاستقالة من عدمها، فأكيد الساعات القادمة راح تعطينا الإجابة. نطرح عليك سؤال بطريقة أخرى حكيم الدان اليوم، هل
ما استفدناش كما يجب من هذا الجيل، سواء بعد الخروج المبكر من الكاميرون ومن النسخة الحالية من كوت ديفوار؟ لا نظن يعني استغلنا الجيل هذا، يعني لأن حقق كأس إفريقيا فوز في 2019، ولكن أنا راني معاك يعني نشاطرك في هذا الأمر، لأن كانوا لاعبين كبار وكنا قادرين نديروا يعني هاد اللاعبين كنا نستفادوا منهم أكثر من اللي استفدنا، لأن لما نشوفوا المردود تاعهم في الكأس إفريقيا 2017 و2022 وهذه النسخة، نظن باللي لاعبين كبار يعني اللي كانوا قادرين يحققوا أكثر من اللي حققوا لحد الآن، ولكن نظن باللي هاد عدة لاعبين يعني كادر تاع الفريق، نظن باللي هذه آخر مرة اللي نشوفوهم في المنتخب. عمار، ماذا بعد الخروج من النسخة الحالية من الكان؟ نظن امور كبيره راح تتغير. ما تنساش باللي لو تروازيام ايشيك كونسيكوتيف بعد كان كوت ديفوار، كان الكاميرون، وعدم التاهل والخروج، خاصه الخروج من الدور الاول. كل هذه العوامل ستؤثر مستقبلا على يعني المنتخب الجزائري، شوف خاصة أنه عندنا تصفيات المونديال 2026. ممكن تكون كاينة تغييرات، ولكن باش تأثر نظن ما راحش تأثر كثير، لأنه الغدوان نبداو نهار جديد ونبداو صفحة جديدة والأمور تبدأ تعاود ترجع للنصابة إن شاء الله في تصفيات كأس العالم. ولكن باش تكون فيها تغييرات نظن تكون فيها تغييرات على الأقل كاينين لاعبين ممكن راح يغادروا المنتخب كما قلت أنت بعد ما أدوا ممكن مشوار كبير مع المنتخب، فازوا به خاصة كأس إفريقيا 2019، داروا مقابلات في المستوى، داروا ممكن حتى كأس العالم 2014. لذلك نظن اللي كاينين لاعبين ممكن يغادروا، لكن من الأحسن أنها تكون تغييرات ونضم مش راح تضر بالمنتخب الوطني إن شاء الله بإذن الله. نذكر فقط أنه المجموعة الرابعة يعني عرفت تأهل كل من أنغولا، بوركينا فاسو وموريتانيا كأحسن ثالث منتخب. اليوم الجولة أيضا شهدت تأهل يعني مثير للمنتخب الكاميروني للدور السادس عشر بعد الفوز على غامبيا ب3-2، والسنغال تتجاوز أيضا غينيا بثنائية وتتأهل بالعلامة الكاملة. اليوم السنغال والكاميرون وغينيا أيضا كأحسن ثالث إلى الثمن النهائي. إذن سيناريو ربما نفتح قوس للحديث عن هذه المجموعة الثالثة، سيناريو مثير. أبدأ معك عز الدين دوخة، في المجموعة الثالثة تأهل بشق الأنفس للمنتخب الكاميروني ضد المنتخب الغامبي الذي لم يخيب اليوم من حيث الأداء. أكيد شاهدنا مباراة جنونية، يعني تلعبت حتى الآخر ثانية من أنفاس أطوار اللقاء. الكاميرون اليوم حقق الأهم إلا وهو الفوز بالنقاط 3، لأنه ما عنده حتى خيار آخر حتى يمر الدور الثاني. يعني بعض الفترات كان ضعيف، بعض الفترات كان قوي، حتى أنه المنافس اليوم كان ند للند حتى الدقائق الأخيرة. منتخب الكاميرون استحق الفوز نظرا للفرص اللي استغلها وقدر يسجل أهداف. ف راح نشاهدوا في الدور الثاني منتخبات يعني تأهلت في آخر الأنفاس، وراح تكون عندها كلمتها ممكن في الدور الثاني. حكيم الدان، كلمة حول التأهل أيضا المنتخب السنغالي بالعلامة الكاملة هو من دون شك أحد المرشحين للحفاظ على لقبه، مش مرشحين للقب، للحفاظ على اللقب. لا نظن يعني هو لحد الآن راه يعني يدير في بدأ دورة يعني جيدة، 3 مقابلات 3 انتصارات. نظن باللي الفريق المنتخب المرشح يعني الأكبر ليفوز بهذا كأس إفريقيا. المنتخب السنغالي عروض يتابع، يواصل عروضه القوية وحملة الدفاع عن لقبه أيضا. بطبيعة الحال منتخب ممتاز جدا من الناحية الهجومية، يسجل أهداف كثيرة. من ناحية لو جو، لو كونتينيو دو جو توجور محافظ على نفس النسق الفني، نفس النسق التكتيكي، نفس النسق التحضير الذهني، خاصة المقابلات الأولى الثانية الثالثة تقريبا بنفس النسق ونفس التركيز. لذلك هو المرشح الأكبر لحد الآن في المقابلات اللي شفناها، إضافة إلى ممكن نيجيريا اللي قدمت مستويات كذلك لا بأس بها، خاصة في المقابلة الثانية والمقابلة الثالثة. وصلنا للختام، نذكر فقط ببرنامج مباريات الغد. إذا جنوب إفريقيا في مواجهة مالي أو في مواجهة تونس عفوا، وناميبيا في مواجهة مالي ضمن المجموعة الخامسة، وأيضا المجموعة السادسة زامبيا تواجه المغرب وتنزانيا تواجه كونغو الديمقراطية.
بهذا نكون قد وصلنا إلى ختام كان 24 لنهار اليوم. شكرا لمحللي قناة الجزائر الدولية، شكرا لكم أيضا مشاهدينا على حسن المتابعة. نلتقي في عدد جديد، إلى اللقاء. قدم لكم هذا البرنامج برعاية موبيليس، الراعي الرسمي للمنتخب الوطني والاتحاد الجزائري لكرة القدم. موبيليس، معا نصنع المستقبل.